السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة في الفيديو ده هنتعلم ازاي نعمل ايس كيب. طبعا الشتاء خلاص داخل، فمحتاجين كده نعمل الايس كيبات، وكمان هقول لكم في الفيديو ده ازاي نعمل الايس كيب بكل المقاسات من اول الطفل المواليد لحد الكبار. هقول لكم ايه المقاسات اللي احنا نقدر نعملها، وهنا انا كنت بوريكم، كنت عامله كده مقاس كبير وكنت بجرب هل القياسات اللي انا واخداها صح ولا لا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في الفيديو ونشوف هناخد ازاي المقاسات. تعالوا قبل ما نبدأ الفيديو، لو انت مش عامله اشتراك للقناه واول مره بتشوفيني اعملي اشتراك، لان القناه الفيديوهات الجايه ان شاء الله هفيدك. ولو انت عامله اشتراك ومش عامله لايك، يا ريت تعملي لايك وكمان تعملي لي كومنت حلو. وتعالوا نشوف هنبدأ المقاسات ازاي. وهنا كتبت لكم المقاسات علشان حسيت ان المقاسات مش باينه قوي في الكشكول اللي انا كاتباه، فتقدروا تعملوا سكرين شوت وتاخدوه. تعالوا بقى نشوف المقاسات هنا ازاي، او انا خدتها ازاي من سن 0 لحد الكبار. من سن 0 ل3 شهور يعني البيبيهات، قطر الدايرة هيبقى 9 سنتي، وفي الفيديو هوريكم قطر الدايرة هنعملها ازاي وكمان هنقيسها ازاي. والطول الايس كاب هيبقى 14. تعالوا بقى من سن 3 شهور لسن 6 شهور، قطر الدايرة عندنا هيبقى 15 سنتي وطول الايس كاب 17. ومن سن 6 شهور ل 12 سنة او 12 شهر يعني سنة هيبقى 12 ونص والطول 18. ومن سن سنة ل3 سنين قطر الدايرة 13 ونص وطول الايس كاب 20. ومن سن 3 سنين الى 10 سنين قطر الدايرة 14 ونص، وهيبقى برضو الطول مناسب برضو من 21 22 بقى على حسب الطول اللي انت حابه. وكمان ومن 10 سنين ل17 سنة قطر الدايرة بيبقى 15 ونص، لا 15 سنتي. وللكبار بقى سواء السيدات بقى او الرجالة هيبقى قطر الدايرة 16 سنتي والطول حوالي 20 من 20 ل25 على حسب ما انت عايزة. تعالوا بقى نشوف هنعمل قطر الدايرة ازاي، او هنعمل الدايرة السحرية ونبدأ بقى نعمل الدايرة ونشوف هنقيس القطر ازاي. هنا انا هوريكم ازاي هنعمل الدايره السحريه، لان في ناس كتير قوي ما بتعرفش تعملها، فانا هعملها لكم بطريقه سهله جدا. اول حاجه بجيب الخيط زي ما انتم شايفين كده، الخيط القصير اهو، والخيط اللي جاي من البقره بيبقى في ايدي الشمال، وبربط كاني بربط عادي جدا. شايفين ربطت عادي جدا، وهلف بقى الربطه اللي انا عملتها. يعني هجيب الخيط القصير كده من ناحيه اليمين والخيط الطويل من ناحيه ايدي الشمال، بس كاني ربطت وعكست الربطه، وهبدا ادخل كده واسحب، وبعد كده ارتفع سلسلتين بالشكل ده. هنا اتكونت عندي الدايره السحريه، وبصوا لما اجي اشدها كده عادي بتتشد معايا. تمام، هبدا بقى اشتغل داخل الدايره السحريه دي 12 عمود بلفه. والسلسلتين اللي انا ارتفعتهم دول مش بمثابه اي حاجه، دول سلسلتين هبدا ارتفعهم في كل سطر، بس مش هعتبرهم اي عمود ولا اي حاجه، لا هعتبرهم هتجاهلهم خالص. بس هشتغلهم ليه؟ هنشتغلهم علشان الدايره ما يبقاش فيها فراغات كده، لان في ناس كتير قوي بتتضايق من الفراغات اللي بتطلع في اول السطر. فان شاء الله في الفيديو ده هعلمك ازاي ما يبقاش فيه اي فراغات. هنا انا عملت داخل الدايره 12 عمود بلفه، وبدات ان انا اقفل الدايره السحريه كده بالشكل ده. وتاخدي بالك ان انت الخيط اللي هو القصير ده بتاع الدايره السحريه تطوليه شويه، علشان نبدا بعد كده لما تخلصي الايس كاب نبدا ان احنا نخفيه تحت الشغل، وما يبقاش الايس كاب سهل ان هو يتفك. في ثالث سلسله بقى شايفين هنا انا ارتفعت السلسلتين اللي انا بقول لكم عليهم متجاهلاهم، فانا خلاص هعمل بقى او هقفل السطر في ثالث سلسله. تمام، يعني في اول عمود انا عملته بالشكل ده. فهنا انا عملت 12 عمود بلفة، وهبدأ السطر التاني هرتفع سلسلتين، وزي ما قلت لكم السلسلتين دول مش بمثابة اي حاجة، دول كده سلسلتين علشان ما يبقاش فيه فراغات، وابدأ اشتغل السطر بتاعي. هعمل اول عمود في اول سلسلتين انا عملتهم، وفي تاني عمود في اول عمود هشتغل تزايد زي ما اتفقنا ان احنا بنعمل دايره عاديه. يعني اول سطر ده او تاني سطر ده بشتغل في كل سلسله عمودين بلفه. تمام، في السلسله التانية هشتغل عمودين بلفه برضو، فهيبقى عندي في السطر ده 24 غرزه عمود بلفه. تمام، يبقى انا في السطر ده بعمل غرزتين في كل
سلسلة. هكمل انا علشان وقت الفيديو ما يطولش معانا، وعشان اوريكم كمان هناخد ازاي قطر الدايرة بالمقاس اللي احنا عايزينه. هكمل وارجع لكم مرة كمان. وهنا اهو خلصت تاني سطر. شايفين؟ هبدأ بقى اقفل في تالت سلسلة، يعني في اول عمود انا عملته، مش في السلسلتين اللي احنا بنعملهم في كل سطر، في تالت سلسلة. تمام. وهقفل بمنزلقة، وكده قفلت السطر. بصوا لو ملاحظين مفيش اي فراغات، هرتفع سلسلتين ودول مش بمثابة اي حاجة، وفي نفس السلسلة اللي انا ارتفعت منها دي هشتغل فيها عمود بلفة بالشكل ده، وفي السطر ده بشتغل تزايد في الغرزة التانية. يعني ده اول عمود مش هشتغل فيه تزايد، في الغرزة التانية هشتغل فيه عمودين بلفة، والغرزة اللي بعدها عمود بلفة، والغرزة اللي بعدها عمودين بلفة، وهكذا لحد ما اوصل لاخر السطر. يبقى في السطر ده بعمل عمود بلفة فردي وعمودين، عمود فردي وعمودين، وهكذا لحد ما اوصل لنهاية السطر، ونشوف هنعمل ايه. وهنا وصلت لنهاية السطر زي ما انتم شايفين. هبدأ برضو اقفل في تالت سلسلة، هعد كده وابدأ في تالت سلسلة اقفل بمنزلقة بالشكل ده. شايفين بقى شكل الدايرة معانا ما فيهاش اي فراغات. هرتفع سلسلتين ودول مش بمثابة اي حاجة، وبعد كده في نفس السلسلتين اللي انا طالعه منهم في السلسلة هعمل عمود بلفة، والسطر ده هشتغل عمود بلفة فردي، عمود بلفة فردي، وفي تالت سلسلة هعمل عمودين بلفة. احنا بنعمل الدايرة عادي جدا زي انا كنت عاملاها في فيديو قبل كده، فلو حابين تروحوا تشوفوها هتلاقوها. بس هنا انا في الفيديو ده كنت بقول لكم على المقاسات ناخدها ازاي. انا هكمل بقى الدايره بنفس التزايد، في كل سطر بنتزايد في يعني الغرزه اللي هي مثلا انا هنا في السطر الثالث، يبقى في الغرزه الثالثه بتزايد، السطر اللي بعده في الغرزه الرابعه، السطر اللي بعده في الغرزه الخامسه، وهكذا لحد ما اوصل لقطر الدايره اللي انا عايزه اعمل مقاسه. طب تعالوا بقى، انا هنا عملت دايره كده، تعالوا نشوف مقاسها كام وتقيسي بالشكل ده. هو ده قطر الدايره اللي انا بقول لكم عليه. هنقيس كده. تمام. انا قطر الدايره ده عندي 8 سنتي. شايفين؟ تعالوا بقى نشوف هنا في المقاسات اللي احنا كنا واخدينها وقايله لكم عليها. هنا عندي قطر الدايره من سن 0 ل 3 شهور 9 سنتي. يبقى انا كده هكمل سطر تاني علشان يوصل عندي ل 9 سنتي. فاهمين؟ وهكذا بقى بتقيسي بقى كل المقاسات بالشكل ده. المقاس اللي انت حباه من السن كذا لسن كذا، قطر الدايره بيبقى موجود عندك في يعني في الجدول اللي احنا عملناه. حابه تاخديه سكرين شوت، حابه تكتبيه في ورقه، فبجد هيبقى مناسب جدا ليكي وحلو قوي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب كمان اكون فدتكم، ولو فدتكم يا ريت تعملوا لي لايك وشير للفيديو علشان يوصل لاكبر ناس، وكمان تعملوا لي كومنت حلو لو انت استفدتي مني واستفدتي من المقاسات اللي احنا خدناها. وبس كده، وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.